أجرت من شخص رافض يديك إيصالات تثبت دفعك للإيجار، المفروض تعمل إيه؟ طب أنا عايزة أقول لكم على حاجة مهمة. أول حاجة، فودافون كاش لا يتم الاعتراف به في دفع الإيجار. يعني لو هو رفع عليك دعوة بإنك ما دفعتش الإيجار وطرد وإخلة والكلام ده كله، لما تيجي تقدم رصيد الحساب بتاع فودافون كاش القاضي مش هيعترف بيه. طيب ايه العمل بقى يا استاذه؟ ربنا كرمك بواحد مطلع عينك ومش راضي يديك اي ورقه تثبت بانك بتدفع الايجار، ده بتبقى سوء نيه منه، خلي بالك. المفروض لو انت هتحول له الفلوس، اذا كان هو مسافر او اي حاجه من دي ما يقدرش يجي لك والكلام ده كله، ادفع تحويل بنكي او انستا باي، ولازم في الخانه اللي من تحت اللي بيتكتب فيها سبب التحويل تكتب زي ما انا هقول كده بالظبط. هتكتب ان ده ايجار شهر من يوم 1/6 مثلا لحد 31/6 للشقه الكائنه فيه كذا، رقم الشقه كذا، ده وصف الشقه اللي انت قاعد فيها، وبتذكر ان ده ايجار الشهر الفلاني اللي انت المفروض تدفعه. غير كده لا. وضمان الحق ما يزعلش حد خالص، انت بتحمي نفسك من مشاكل كتيره جدا انت في غنى عنها.